السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ويوم جديد ان شاء الله غنشارك معكم هاد ميني كيك او ميني بسبوسه. المهم ما هي كيكه ما هي بسبوسه. غنحضروها يعني بدون الدقيق الابيض وبدون سميده. ان شاء الله تعجبكم، حيت صراحه كتحضروها في وقت وجيز بزاف وكتجي هشيشه رطبه. صراحه رغم انها يعني اقتصاديه والمكونات ديالها بسيطه، ولكن كتجي البنات زوينه بزاف هكا في كوتي ولا في الفطور. الصراحه كنتمنى يعجبكم الفيديو وتجربوها وندوزو المقادير. هنا عندي واحد جوج بيضات، عندي واحد معلقه كبيره ديال الكونفيتير ديال المشماش، عندي خلينا نبدا معكم من هنا البنات. عندي جوج بيضات، زدت معاهم تقريبا كاس ديال العنبه ما عامرش تاع السكر. من بعد كنزيد واحد كاس ما عامرش ديال الزيت. كنزيد واحد يوغورت طبيعي او الفانيلا اللي بغيتو. صافي غنطحن هاد المكونات مزيان. تقدروا ديروهم هكا في هاد الخلاط ديال العصير وتضربوهم هكا بالخلاط الكهربائي بحال بحال. صافي كنخلطهم مزيان، غنخويهم في هاد الاناء باش نكمل يعني داكشي اللي بقى لينا. غنزيد معاهم واحد معلقه كبيره ديال المربى ديال المشمش، وواحد جوج معالق تقريبا ديال الكوك او جوز الهند، جوج معالق كبار يكون من نوعيه جيده باش ما ينشفش لينا هاد البسبوسه. وغنزيد واحد كاس ونص ديال هاد ديال الفينو، دقيق الفينو، دقيق الاصفر. وغنزيد واحد شاشيه ديال خميره 8 غرام. صافي كنغربلو يعني داك الدقيق مع الخميره وغنخلطو هاد الخليط غير هكا يتجانس لينا المقادير وغنحبسو. هنا البنات زدت واحد معلقه كبيره ديال الخل باش تجينا هاد كيعطينا الهشاشه. وصافي المقادير مضبوطه البنات، ما تزيدوا ما تنقصوا. بالنسبه للبيض يعني البيض ما عنديش ماشي شي بيض كبير بزاف. غنديرهم هكا في هاد المولات الصغار، تقدروا الا ما عندكمش ديروهم في ديروها في مول كبير، ولكن الصراحه هادو كيجيو حسن كيجيو زوينين. صافي دهنت هاد المولات دهنتهم بالزبده ورشيتهم بدقيق الفينو. دهنوهم من قبل البنات باش ما راكم عارفين السميده ودقيق الفينو كيتشرب دغيا، باش غير تخلطوها وخويوها يعني مباشره في هاد ليمول، ما تخليوهاش يعني باش ما تشربش لكم وتعقد. بالنسبه لهاد الكميه اللي عطيتكم البنات عطاتني واحد 12 بسبوسه صغيره هكا. صافي حاولت يعني تقريبا النص، ما تعمروهمش بزاف باش ما يفضوش ليكم، خلي حيت مازال نغا يتنفخوا. صافي هنا كندير واحد شويه ديال اللوزيفيلي على حسابكم نتوما، بغيتي ديروه ما بغيتوش يعني كتخليوه غير هكا عادي. طيطيبو وديروا الكوك ولا ديروا اللي بغيتو نتوما، المهم التزيين كيبقى اختياري. هاد ميني بسبوسه البنات كتوجدوها دغيا يعني حتى في الفران راه ما كتعطلش. كنسخنو يعني الفران من قبل، كتدخلوهم وكتخليوهم واحد على 180 درجه بحال الكيك. من بعد كيبان لكم يعني احمر من التحت، كتشعلوا الفوق يعني دغيا دغيا ما تقريبا واحد 14 دقيقه حتى 15 دقيقه كيكونوا واجدين. صافي هنا غندخلهم للفران يطيبوا.
هي جربوهم البنات ان شاء الله غادي يعجبوكم. والصراحه ديك الهشاشه اللي فيهم وبنان بزاف، ما غاديش تسخاو بيهم والله. الا انا طيروهم في نهارهم يعني مشاو. صافي البنات هنا راهم ملي طابوا ليا يعني بسهوله كنخرجوهم، ما تخليوهمش يعرقوا في هاد ليمول، غير يدفاو شويه حيدوهم، راه كيتحيدوا بسهوله. ماشي ضروري يعني يكونوا عندكم هادو اللي كيتحيد لهم هاد لتحت، انا غير يعني كانوا عندي ودرتهم فيهم. اي مول قدرتوا زعما عندكم تقدروا تصوبوهم فيه. من بعد البنات راني غندهنهم بشويه ديال المربى، تقدروا دهنوهم بالناباج او العسل اللي عندكم، غير يعطيهم داك البريو، ويعطيهم واحد يزيد لهم واحد اللون يعني هكا زوين. كنتمنى يعجبكم الفيديو. الا عجبكم ما تنسونيش البنات من اللايك ديالكم، بارطاجيو الفيديو الا شفتوا القناه يعني كتستحق. اللي اول مره غتدخل القناه كنقول لك مرحبا بك اختي، خلي لي تعليق وشي شي بصمه، وغنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم. بسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.